السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحنجور وهنتكلم في حلقة جديدة على قناة عظماء بلا مدارس. وهنتكلم النهاردة عن أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم. تعرف إن المحطة دي كانت موجودة في مصر؟ بس يا ترى كانت فين؟ وإيه قصتها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قصة المحطة دي بترجع لسنة 1913، واللي بناها هو المخترع والمهندس الأمريكي فرانك شومان. اشتغلت المحطة كمحرك رفع شمسي عن طريق تجميع أشعة الشمس لتسخين خزانات مليانة بالمية، وبعد كده البخار الناتج بيشغل طلمبات بترفع المية. وبقدرة 100 حصان كان المحرك ده قادر إنه يضخ 6000 جالون من المية في الدقيقة، وده رقم كبير. وعشان كده كان بيتم استخدام المية دي في ري الأراضي المزروعة قطن اللي قريبة من المحطة. بعد إنشاء المحطة بشهور قامت الحرب العالمية الأولى، وده عطل المحطة. وكمان فرانك شومان صاحب الفكرة اتوفى مع نهاية الحرب سنة 1918، واتدفنت معاه الفكرة. وفي الثلاثينات تم اكتشاف النفط، وكان وقتها لسه رخيص، فما كانش فيه داعي أصلا لاستخدام الطاقة الشمسية. فبدأ يتم إهمال المحطة لحد ما اتبنى مكانها بيوت وأشجار. المحطة دي كانت موجودة في شارع 101 في المعادي. أنا عارف إنك لما توصل للجزء ده في الفيديو هتكون زعلت إن إزاي مصر كان فيها حاجة زي دي وما حافظناش عليها وطورناها، ولكن دي ما كانتش النهاية. مصر أسست في 2019 مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وتم اختيار قرية بنبان في محافظة أسوان بالتحديد لأنها من أكثر الأماكن سطوعا للشمس في العالم. وده كان بناء على تقارير قامت بيها وكالة ناسا. المجمع بيضم 32 محطة بقدرة تصل 1500 ميجا وات، وتم إنجاز جزء كبير من المشروع. وعند الانتهاء منه هتكون دي أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم. ودي كانت قصتنا النهاردة. شكرا ونشوفكم في حلقة جديدة.